نقول بسم الله قبل ما نبدا. وطبعا اول حاجه لازم نبقى عارفين الالفابيتس والنمبرز، الحروف والارقام. طيب هسألك سؤال، الليترز اللي عليها سيركلز دي يا ترى ايه؟ فكر معايا، شطور، برافو عليك. ايوه يا مستر، اسمها الحروف المتحركه. ايوه بقى بالانجلش، شطوره، اكسلنت، فاولز. فدي بنسميها فاولز. فاولز يعني ايه يا مستر؟ بنقول عليها حروف متحركه. طب هي بتتحرك؟ انا بصراحه مش شايف اي حركه، انا شايفها ثابته. امال هم سموها ليه حروف متحركه؟ هقول لك يا صديقي العزيز، دي اسمها الفاولز، معناها حروف العله. لو هسالك، هنخرج بقى من الانجليش واسالك في العربي، حروف العله كام حرف؟ 3 الالف والواو والياء. في الانجليش حروف العله او حروف المد 5: A E I O U. طب هم ليه سموها حروف متحركه؟ عشان هي اللي بتحرك لسانك. خد بالك الكلمه لو ما فيهاش حرف من ده هتلاقي لسانك مش بيتحرك. فمثلا الاي الصوت بتاعها فتلاقي بقك بيفتح. الاو الصوت بتاعها او او او. اوكي. اليو احيانا بتيجي في كلمه يو واحيانا بتيجي في كلمه فانت بتلاقي الصوت حركه شفايفك بتتغير، عشان كده سموها حروف متحركه. لكن انا عايزك تعرفها بالانجلش، اسمها فاولز. اوكي. طيب هنقراهم. انا عارف ان انت عارفهم يا حبيبي، وعارف ان انت انا عارف ان انت عارفاها انت كمان. انا عارف ان انتوا كلكم شطار، لكن احنا هنا في كورس تاسيسي. يعني كورس تاسيسي يعني بنراجع كل حاجه من الصفر للنهايه. اوكي. فتعالى راجع معايا كده، يمكن تكون انت بتنطق حرف فيهم غلط. ده اسمه A B C، والنطق بتاعه بيتنطق K ويتنطق C، يعني ليه نطقين. D E F G H I J K L M N O P. خد بالك دي اسمها P، ما تقولش بي، لان دي اسمها بي. اوكي. دي P Q R S T U V W. والدبليو الصوت بتاعها بيتنطق زي الواو كده واحيانا بيجي سايلنت. اكس واي زي، وبرضه تنفع اقول عليها زد. طيب نيجي للصوت كده يا مستر. احنا كده دي الاسامي بتاعت الحروف. طب الصوت بعمله ازاي؟ برافو عليك. أ ب س ك د إ ف ج ه. يبقى الاتش شبه حرف الهاء إ ج. يبقى دي اسمها ايه يا شباب؟ ج. ودي اسمها ايه؟ ج. ك ل م ن أ ب. دي اسمها ب. دي اسمها ايه؟ ب. اكسلنت. ك ر س ت ف. اخد بالي دي ف دي ايه؟ ف. برافو، انا مبسوط جدا على فكره. انا سامعك وانت بتحل معايا وسامع صوتك وعارف ان انت شاطر. اوكي. يبقى الدبليو تتنطق زي حرف الواو كده اكس زي ما هي عادي كسا. تمام. يا ز. طيب عايز اقول لك على حاجه كمان. الليترز اللي عندي او الالفابت دي اللي عندي نوعين، بنقسمهم لايه؟ لنوعين غير الكابيتال والسمول. برافو عليك يا مستر. طب هو ليه كاتب الاي مرتين؟ اوكي. وكاتب البي مرتين والسي مرتين والاي مرتين ليه؟ اقول لك شاطر، ده سؤال مهم جدا. عشان الحرف الاولاني ده بنقول عليه كابيتال او كابيتال زي ما انت بتقولها، مش مشكله. اوكي. كابيتال يعني ايه؟ يعني كبير. وهنعرف في نهايه الكورس امتى بكتب ايه الكلمات اللي لازم تتكتب بحرف كبير. طيب والحروف الصغيره دي سموها حروف صغيره. بص هتلاقيها صغننه كده، بنسميها سمول. يبقى انا دلوقتي لما اجي اتعلم الحروف واتعلم الكتابه لازم ابقى عارف الحرف الكابيتال والحرف الايه؟ السمول. طيب مش بس كده، في عندنا كمان تقسيمه ثانيه زي ما انتم شايفين كده. برافو عليك. انت لسه شارحين دي، قلنا اسمها ايه؟ فاولز. طيب عشان ما تنساش معايا هعمل لك رسمه حلوه كده. الفاولز بنعملها هابي فيس. هابي فيس. بص كده، ادي الاي بص معايا كده، ادي الاي وادي الاي وادي الاي وادي الاو وادي اليو.
اوكي؟ ها شبه مين ده يا اولاد؟ اوعى تقول شبه مستر بودي ازعل منك. لكن انا عايزك تبقى دايما سمايل هابي فيس. اوكي؟ في كمان اغنيه حلوه كده، الاي ضربت الاي قالت لها اي، راحت للاو قالت لهم يو. الاي ضربت الاي قالت لها اي، راحوا للاو قالت لهم يو. دي مثلا يبقى انا عندي طريقتين، شوف انهي الطريقه الاسهل ليك تحفظ بيها الفاولز. اسمهم ايه يا شباب؟ فاولز. اكسلنت. ما تقولش بقى حروف متحركه، عايزك تبقى شاطر تقول فاولز. طيب الفاولز كام واحده؟ 1 2 3 4 5. اوكي؟ وهنعرف قدام شويه ليه الفاولز دول اسمهم فاولز وليه قسمناها كده. نيجي بقى على الكورس بتاعنا. باقي الحروف بقى اسمها كونسونانت. كونسونانتس يعني حروف ساكنه. يعني ايه حروف ساكنه؟ حروف عاديه مش حروف مد. دي كل الحروف الايه؟ الساكنه. طيب النمبرز هناخد من 1 ل 10. ها قول ورايا. ها يلا. ها برافو. 1. ها 2 3. سامعك يا اللي قلت 3. لا طلع لسانك. 3 3 4 5. سامعك يا اللي قلت 5. wrong. 5 6. اوعي تقولي 6. اوكي؟ اوعي تقولي 6. 6 7. ما تقوليش 7. 7 8. ها الجي والاتش سايلنت. 9 9 10. ما تقولش 10. 10. اكسلنت. طيب كل ده انا عارف ان انتوا عارفينه يا شباب وعارف ان انتوا شطار. ما تنساش لو انت عايز الملزمه كلمني على الرقم ده، ابعت لي رساله على الواتس، هبعت لك الملف PDF عشان تطبعه وتحل معايا. طيب طبعا عندنا هنا ادوات الاستفهام. ناخد مراجعه سريعه كده. ادوات الاستفهام دي يا شباب اللي انا بعمل بها سؤال، عايز اسال حد سؤال. لو هسال عن حاجه غير عاقل يعني مش انسان فبقول وات. خد بالك الاتش سايلنت. تمام؟ الاتش سايلنت. وير بسال بقى عن ايه؟ عن المكان. وين قلنا الاتش سايلنت. برافو عليك. متى بسال بقى عن التايم، عن الوقت. طب انا عايز اسال عن اخويا، عن صاحبي، اقول ايه؟ هو. هنا الاتش مش سايلنت، الدبليو هي اللي سايلنت. خلاص؟ هو. خد بالك. طيب واي رجعنا تاني الاتش سايلنت. يعني لماذا؟ ليه؟ اسال بها عن يعني اقول ليه؟ عن السبب. كمان عندي هنا which بسال بها عن الاختيارات. انا مش عارف اروح يمين ولا شمال، اقول which direction. ماما بتكلمني في المطعم بتقول لي تاكل ايه؟ تحب تاكل ايه؟ اوكي؟ which food do you want? chicken or burger؟ تحب تاكل فراخ ولا برجر مثلا؟ اوكي؟ how يعني كيف. عايز اقول لواحد ازاي بتيجي المدرسه؟ how do you go to school؟ اوكي؟ طيب how often؟ سامعك يا اللي قلت often. الاثنين صح. ايه رايك بقى؟ يعني انا اقدر اقول how often هنا التي تبقى سايلنت، واقدر اقول how often وتبقى التي سايلنت، او اقول how often. الاثنين صح. how much معناها كم الكميه او كم الثمن لو عايز اسال عن سعر حاجه. وعندي هنا how many كم عدد، بسال بها عن العدد الحاجه. how far كم يبعد، كم المسافه. how long كم المده. how old كم العمر. how tall كم الطول. how high كم الارتفاع. طبعا يا شباب لما تبعت لي على الواتس وتاخد الملزمه هتلاقيها موجوده وتقدر تحفظ لازم تحفظ دول. لان انا بقابل طلاب عندي الحلوين واحنا بنحل اسئله المحادثه مش عارف يحل. ليه؟ لان هو مش عارف هيستخدم انهي اداه استفهام، فدول لازم تحفظهم. طيب هنا الصفحه دي بتعرف فيها عن نفسك، عايزك بقى تاخدها هوم ورك وتقدر تحل لي كل يوم سؤال كده. اوكي؟ هاو ار يو؟ هتقول له I'm great او اوكي او فاين، او واتس يور نيم؟ اسمك ايه؟ ها انا بالنسبه لي مثلا عبد الرحمن. طب ممكن اقول ايه لو انت اسمك عمر؟ هتقول I am عمر. اوكي؟ وهكذا. تمام؟ يبقى انت تبقى شاطر. اسال على اسم. How old are you؟ say مثلا انت 9 سنين يبقى تقول I am 9 years old. اوكي؟ and so on. عايزك بقى ايه؟ تقرا السؤال وتجاوب عليه وتبعت لي سكرين شوت باجابتك. هتبعت لي فين يا شباب؟ تبعت لي على الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مستر عبد الرحمن مندور، وهي قناة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية.